يعطيكم العافية حلوين. أخبار علوم. وصف لمزرعة الجمعان، إن شاء الله تنورونا قريب يا الله. الحين اللي من برا القطيف وش صاير وش ناس أتكلم، بتجونا من عند سيتي مول. القطيف بيكون على يساركم، تمشوا لنهاية الشارع من سيتي مول بتل كله سيدة. هنا دقيقة، هنا مجموعة مطاعم، وهذا الرملة البيضاء شوية غيوم عشان إذا جيتوا تعرفون وصلتوا. مطعم ممتاز بس كله انسى اسمه، أوسيس أو أوسس. يمكن أفضل طريق للي ما يحب جوجل ماب، بتر كل سيدة لنهاية هذا، بعدين بتدخل يسار، بعدين تدخل يسار. وأكمل لكم الحين. في شاي عادي، شاي كرك، شاي ليمون، شاي لومي أسود، لومي مع زنجبيل، في شاي نعناع. ما شاء الله. هذا ضيافة هنا، الشاي كله ضيافة. شاي كله ضيافة. نفس القاسم. بدي كويس شاي. طيب. اوكي، قلت لي من الساعة 9 للساعة 3 أنا موجود ريستورانت. اوكي، شكرا يا مدير. يا الله يا الله. في جلسات خاصة يعني لو أحد ما يبغى أحد يشوفه للسيدات أو كذا. وأنا عندك المرة جيت وحبيت الجلسة اللي فوق. يا الله. في رقم الواتساب أفضل إن نتصل نحجز لنا طاولة، لأن ممكن لما نجي نكون على انتظار ما يكون في طاولات جاهزة، أو إنه يكون المشويات أو الرز خلص، فأفضل إنه نتواصل إياهم قبل لا نجي. حظي كويس وحظكم كويس، لأن جيت المكان تقريبا ما في أحد، ولا مستغرب، ولا العادة المكان ما يفضى. هذا القطع معشوقة الكبار والصغار، وهذا بعد حلو هزاز جميل. دورة مياه رجال وسيدات. يعني ما ادري وش، كل ما جيت مراية ما يبين وجهه، كله يطلع حالة نور. ما ادري هل هذا الدليل على شيء معين او شيء، ما ادري، انتم قيموا. يعني جنبي الغرفة الخاصة، غير عن العصافير الجميلين هذيلي، الاخ اللطيف هذا عنده خبز عربي، زعتر، حركات حلوة. كم قال لي؟ 3 حبات بريال الظاهر. هو للأسف التكرم الحيوانات ما يسهروا، ولا كان لو نجي العصر أو بعد شهر رمضان ده الطريق، بعدين تلف يسار، حيوانات ما شاء الله يعني، وطيور وحاجات جميلة. بس خلني أشوف، خلني أمر أسلم عليهم. ما أدري إذا ما صورت سنابة جاية معناته طلع لي ثعلب ولا شيء. عليك يا الله. أوه حمامة، حمامة نودي. أوه أرنوب جميل. ما يتسبك من وخية أنت. خلاص نايمين مساكين. يلا نشوف ثعلب. ما في ثعلب. تعرفوا يعني وش ثعلب؟ هذا القسم اللي أنا جاي من عنده. يلا أتمنى ولا جمعان ما يزعلوا مني، أنا كلهم يعرفوني، كلهم أصدقائي اللي هني، بس عشان لما أجي هالمكان ياخذ فكرة وش الفعاليات الموجودة في المكان. يعني تقدر تقول هني كورنيش جمعان، وفي حاجات واجد جميلة، بس لأن ما في فعاليات الحين.
هذا اللي يتذكر بيت عدنان وعبسي، ذاك فوق شجرة. وهني يسووا أركان واجد، عندهم فعاليات واجد. وهني يصير زي المسرح ومسابقات للأطفال. لأن مكان روعة، لكن إن شاء الله نجي له وقت بدري. تدري خلني أصور الحاجات اللي غالبا ما بيزعلوا عني لما يشوفوني صورتها. ما يحتاج أتكلم. ده المكان اللي قدام هذا، يا الله، هذا محل حق الخيل. يدربوا، عندهم تدريب خيول، وعندهم الأطفال ينبغي يمتطوا خيل. وين هو الخيل مبين أيوة، لا هو خيل. قاعد أصورك لا تسوي شي قليل الأدب. أيوة، أمورك طيبة؟ صايم؟ أوكي، الحياة حلوة. إيش صاير؟ أوه، يعدل الصوتيات، خفت. يعني المكان حتى اللي جاء قبل أفضل. يعني من الحاجات المفروض كل شهر مرتين ل3 تجي، ترتاح نفسيا. يعني طالع تنسيق الألوان المكان، مع أنه ممكن فعاليات موجودة باعتبار أنه ما في أحد. شكلهم الزباين دروا أن أنا باجي وقالوا لا، خليه أبو لي يصور على راحته. هذا المقهى، هذا كافي، غير عن المطعم اللي كنا فيه قبل شوي. غير عن ذكريات الآباء والأجداد. الله، روعة. أدوات التعذيب وإحنا أطفال ما أنا شايفينها. وين العسو؟ المخمل عسو. جيل 2000 وفوق ما بيعرفوا وش الكلمة هذه. المخمل عسو للتنظيف وتأديب الجهال. وآسف خربت عليكم نومتكم، ما عليه، شويات وبطلع. أنا أحب تاروت. ما عليه، ناموا. أدري تقولوا جل مزعج. يا الله. طبعا قدام على اليمين طيور. وشهم هذا؟ بط، وز، واسمه ده اللي يستعرض بذنبه، طاووس وغيره. على اليمين تكرموا حمار، نعامة، وفي أبقار. قدام في محمية طيور جميلة، اللي تحط ايدك والطير يجي ياكل من ايدك. يمين فروسية. وفعاليات واجد. وش ذا يطقطق بعد. وفي أفكار هني البقالة تبعهم. بس أنا جاي على آخر شيء، مع أن طالعوا المكان ما في ناس، ما في فعاليات، ما في شيء، لكن هدوء مريح للنفسية وجميل. الله. يعني أنت وش كانت موهبتك بتطلع هني؟ أنت شاعر بتألف صح، أنت موسيقي بتزبط، أنت رسام مصور. مكان تطلع فيه موهبك هني وتنسى فيه ضجيج اللي برا. وردته هدا إليه. فعاليات المزرعة موجودة كل أيام الأسبوع، بس أفضل تتواصل إياهم عشان تشوف إذا في فعاليات أكثر أو لا. عندهم تكون فعاليات مستمرة بالجمعة، عادة تكون عندهم فعاليات كل الجمعة كل السبت. عندهم برامج يقدموها للأطفال نص يوم ممتع، صيد فراشات وألعاب أشياء تتمنى لو ترجع طفل وتمارسها، لأن كبير ما بتستمتع فيها زي الأطفال. يلا، الله يوفقنا لنا وليكم، وإن شاء الله نشوفكم هني قريب. تحياتي. المكان مناسب، طلعة شباب، طلعة عوائل. أتوقع حتى يحتسب بر والدين لو تجيب والدك أو والدتك لهذا المكان. تقريبا كنا مزارعين أو نشأنا في مزارع سابقا أو نحب الأجواء هذه. فالمكان روعة. ولما مزيد من التغطيات أو الاستفسار تواصل علي على سنابي. بعد شوي بحط السناب، ضيفوني.